السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. انا كنت قبل كده حبايب قلبي عملت لكم الذره الاصفر، بس ما كنتش منزله الوصفه بتاعتي، فانا هعيده من تاني النهارده وهعمله لكم باحلى تركات وهيطلع عسل وطعمه سكر. ليه؟ تعالوا معانا نشوفوا الطريقه. اللي كانوا طلبوه قالوا انت ما نسيتش الطريقه، فانا قلت لهم هعمل لكم الطريقه دي. ميه مغليه عشان هي دي ذره اصفر وفيه مبيض شويه، ده اصفر ده مبيض شويه، فعشان يبقى كل لون واحد اخليه احط لكم حاجه هتخليه يصفر كله مع بعض. هنحط ايه يا حبايب قلبي؟ هنحط نص معلقه كركم، نص معلقه كركم على الميه وهي مغليه كده عشان يصفر ويبقى لونه ذهبي واصفر. مع الكركم هنحط معلقه سكر كبيره، دي بتخليه له تيست وطعمه مسكر زي اللي بيجي من بره. هنسامي ونحط الذره اللي مكسراه على قد الحله. هذا بسم الله اهو، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حطوا لايك، حطوا لايك، حطوا لايك لو مصمم كده ويقول لها دعوه حلوه كده، ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. اهي ما شاء الله، ما شاء الله. مش هيقعد ربع ساعه على النار يا حبايب قلبي، وبعد ما يطيب ويستوى هوريكم لونه بقى شكله ايه. اسهل من السهوله وجميل وعسل. وفي ناس بتحط بعد ما يستلق بقى، في ناس بتحط عليه بابريكا وبتحمره في الزيت وبتحط عليه بهارات. لا، دي عليه سكر، هتاكليه تلاقيه طبيعي زي اللي بيجي من الوكاله بالظبط، هتلاقيه مسكر وجميل. انما اللي تحط عليه دقه وحاجات دي بتبقى مملح ومبيبقاش طعمه حلو. جربوا التجربه دي تبقى جميله. حتى لو جبت ابيض ومش لاقيه دور اصفر، هاتيه وحطي نص معلقه اللهم صل على النبي كركم ومعلقه سكر، وهتلاقي الطعم نفس اللي بيشترى من بره بالظبط. يا حبايب قلبي اهو على النار، ما خدش ربع ساعه. شوفوا المنظر، شوفوا الجمال، شوفوا المنظر اهو. طلعوا قدامكم اهو سخن اهوت. شوفوا اللون، شوفوا لون الذره، شويه كركم، حبه سكر، طعمه سكر، طعمه عسل. حبايب قلبي شكله تحفه، سخن واصفر وجميل وطعمه مسكر. معلقه السكر ما يخليها طعمه مسكر زي اللي بيجي من بره بالظبط. جربوه وهيعجبكم قوي. جربوه، حبه كركم حبه سكر، ولو الذره ابيض اساسي ابيض هيبقى اصفر برده زي دي كده. وقولوا رايكم ايه، ولايك لام سمر ودعوه حلوه كده لام سمر.